السلام عليكم ورحمة الله. أشرف سحلول. تدرس. ما تقول اسمك يا بجم. السلام عليكم ورحمة الله. تدرس. برنامج الليلة بتتحدث عن رخصة رمضان. ربنا سبحانه وتعالى أنعم بالرخصة دي على الشعب السوداني. للشعب السوداني يا طيرة، للبشرية كافة يا بشر. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. تدرس. برنامج الليلة بنتحدث عن رخصة رمضان. ربنا سبحانه وتعالى أنعم بالرخصة دي على كل البشرية، يعني الناس العيانة، يعني مثلا اللي عندهم السكري، عندهم الضغط، اللي عندهم حب الشباب. حب الشباب يا فاشل. السلام عليكم ورحمة الله. أشرف سحلول. تدرس. برنامجنا يتحدث الليلة عن رخصة رمضان. ربنا سبحانه وتعالى أنعم بالرخصة دي على البشرية كافة، يعني الناس العيانين، يعني اللي عنده سكري، اللي عنده ضغط، اللي عنده يعني إلا كمان باستشارة الطبيب. وتخيلوا معي إن الرخصة دي لو كمان بتطلع من الحركة، يعني تخيلوا معي كده ده شنو يا وهمي؟ نعم. كلامك ده دخله شنو بموضوع البرنامج؟ أنا معقول أزار شوية. تعال جاي اخذ لك كف ليه مصلحتك. يا أخي أنت أصلا لفت والله رايك، لفت بجنان يا ما تقول لي يا خال. حاضر يا أخي، أنا بقول لك يا أخي. يا أشرف تعال كل معانا سلطة الدكوة دي ظابطة. السلام عليكم ورحمة الله. أشرف سحلول. تدريس ربنا الكريم تصوموا وتفطروا على خير. موضوع برنامجنا الليلة الرخصة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على البشرية كلهم، للناس المرضى، يعني العيانين عندهم سكري، عندهم ضغط، عندهم جميع الأمراض، لكن بس إن الدكتور بالإفطار يعني هو يديك الرخصة. أنت يا خالي مش عندك رخصة؟ يا خال خل دروسك 100 مرة قلت لك ما تقول لي يا خال في محل العمل، أنا هنا المخرج. خلاص طيب معلش، حاسب شو؟ تعال يا ولد أختي أنا حقسم ليك معاي. يا سلام يا أختي كلام. تلم. والله ما خرج جزاك يا السادة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رخصة رمضان يا أخي لا تصوم، أنت يفتو وحركتك بها مخرج ما ظريف منغشنا بإذن الله. خذ أفتح الباب من الخلف بتاع الرخصة.